المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي. اللاعب قريبا سيصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، سجل هدفين وقاد فريقه الشباب السعودي لفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين سجلهما بنفسه، واحد من ضربة جزاء والآخر من زاوية. اللاعب قريبا سيصبح الهداف التاريخي. عمر السومة الأسطورة السورية، اللاعب الذي سجل 144 هدف في الدوري السعودي، قريبا سيصبح في المركز الثاني، لأن هناك منافسة شرسة بين عمر السومة والمغربي عبد الرزاق حمد الله الذي على بعد 7 أهداف ويحطم رقم عمر السومة. عمر السومة سجل 144 هدف، والمغربي الكل يدور عبد الرزاق حمد الله سجل 137 هدف، وبذلك 7 أهداف، وربما 3 جولات أو 4 جولات سيحطم هذا الرقم وسيصبح باسم الأسطورة المغربية عبد الرزاق حمد الله.